أهلا بكم ومرحبا في هذه النشرة. كنتمنى ديروا لايك واشتراك وتعليق. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفيات، وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني بسبب حرائق، فيما تسجيل 34 قاتل من صفوف المدنيين بسبب الحرائق. وأفادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات برييف 200 التابعة للجيش في عملية إخماد الحرائق، بالإضافة إلى إقحام طائرات مستأجرة في عملية وجود إخماد حرائق. كما تم سخرة 8000 عون حماية مدنية لإخماد الحرائق، وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عملية إخماد، بالإضافة إلى 10 أرسال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالحرائق. وأضاف البيان عن تسخير فرقاطتين للدعم الجوي في عملية إخماد الحرائق. وأكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد الحرائق رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح، كما يجري التكفل بإجلاء السكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.